السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتسأل على أسباب تقطيع العربية. في بقى اللي يقولك العربية بتقطع مني ليه وأنا طالع مطلع وأنا ماشي عادي وأنا ماشي بسرعة قليلة وأنا واقف حتى العربية بتقطع مني. أول ما أجي أضغط على دواسة البنزين وأزود في السرعة العربية تقطع. أسباب تقطيع العربية إيه وهي باردة؟ بص، أنا النهاردة هكلمك في حاجات أساسية أنت هتاخدها تروح تقارنها في عربيتك عشان تقدر تشخص الحاجات الأساسية إيه الأول، وتقولي في التعليقات بعد كده أنت عندك المشكلة فين، ولو نقدر إن شاء الله نفيدك فيها أكتر. لكن طبعا دلوقتي ركز معايا كويس جدا، وطبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تقدر تشجعنا إن إحنا نقدم محتوى مفيد على طول، والقناة دي على طول هتقدم لك محتوى مفيد جدا في العربيات. أول حاجة من الحاجات اللي بتخلي احتمالية تقطيع العربية، طبعا لو انت عندك مشكلة في البنزين، وده أكيد انت بتتابعها وعارفها إذا كان عندك ولا لأ. تاني مشكلة وهي لو في أنظمة الوقود كلها زي فلتر البنزين، لو عندك انسداد في خط البنزين نفسه، طلمبة البنزين حاول تراجعها. تالت حاجة مشكلة في نظام الإشعال، ممكن التلف بتاع الشمعات أو مفيش شرر كافي بيطلع منها اللي احنا بنسميها البوجيهات عشان يحصل اشتعال ما بين الأكسجين وما بين البنزين. رابع حاجة وهي لو عندك نظام الهواء فيه مشكلة، زي مثلا المصفى بتاعت الهواء مسدودة، أو لو عندك أي فلتر فيه مشكلة هتأدي إن العربية بتاعتك تقطع. خامس حاجة البوجيهات بتاعتك لو هي من أخطر الحاجات اللي بتخلي العربية تقطع ومن أكتر المشاكل، حاول تخلي عندك فحص مناسب، أو لو أنت فاكر غيرتها إمتى آخر مرة. سادس حاجة لو أنت عندك نظام الجير بوكس بتاعك فيه مشكلة، الكلاتش فيه حاجة تعليق، عندك ترس بايظ. لو انت مثلا بتتكلم على انك انت العربية بتقطع منك على الغيار التاني، فممكن يكون الفتيس بتاعك الترس اللي فيه بايظ على اللي هو السرعة التانية. عندك زيت قليل في الموتور، اللي هي بقى دي رقم 7، الزيت القليل اللي في الموتور بيخلي العربية تقطع. برضو من الحاجات اللي تخلي عندك العربية فيها مشكلة وتظهر عندك تقطيع، ان انت يكون عندك جودة البنزين رديئة او مغشوش او تم اختلاطه بالمية، سواء كان انت بقى عندك مشكلة دي في العربية، حد لعب ممكن في تانك البنزين عيل، او لو انت رحت بنزينة غير موثوق فيها. لو برضو البوشيهات جه عليها مية او الكربيراتير جه عليه مية لو انت بتغسل عربيتك، ده يخلي العربية ممكن تقطع. برضو لو انت عندك الصمامات او الجدران بتاع الاسطوانات بتاعت الموتور فيها مشكلة، كل الحاجات دي تخلي عندك مشكلة في التقطيع. او لو عندك خلل في دينامو العربية. اتمنى اكون جمعت لكم اسباب كتيرة شخصها صح.